تعمل ايه لو لا قدر الله كلب مسك فيك فعلا وبدأ يعضك؟ لو كلب مسك فيك فعلا في تصرف واحد بس لو عملته غلط الإصابة للأسف هتتضاعف. الخطوة الأولى، ما تشدش نفسك بقوة، الشد بيخلي أنياب الكلب بتدخل أعمق وبيمزق العضلات أكتر، فخلي جسمك ثابت على قد ما تقدر. أنا عارفة إنه شيء صعب بس مهم جدا. الخطوة التانية، حاول تحط أي حاجة بينك وبينه بدل جسمك، جاكيت، شنطة، كم القميص، عصاية، أي حاجة تملى بقه. لما الكلب بيمسك في أي حاجة تانية غيرك ضغط العضة عليك بيقل. الخطوة التالتة وده بيكون الحل الأخير، لو مفيش أي مفر وحياتك في خطر اضغط بقوة على الأنف بتاعه أو حاول تبعده عنك لما تحط صباعك في عينيه، ودي مش ضربة عشوائية، ده آخر حل لأن دي مناطق حساسة جدا عنده وبتخليه يفك بقه تلقائي. الخطوة الرابعة، لف جسمك على جنبك، غطي رقبتك ووشك بإيديك وضم رقبتك لبطنك، أهم حاجة ما تسيبش رقبتك أو وشك مكشوفين. الخطوة الخامسة، أول ما الكلب بيسيبك ابعد بهدوء من غير جري ومن غير صريخ، الجري ممكن يخليه للأسف يهجم تاني. الخطوة السادسة، أي عضة حتى لو بسيطة أو خربوش لازم مستشفى فورا، لأن أخطر حاجة مش العضة نفسها، الخطر في العدوى والسعار. وعشان كده قبل أي حركة لازم تسأل نفسك سؤال واحد مهم جدا،